يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستحيل الله سبحانه وتعالى يحطك بمشكلة أنت ما تقدر تحلها، أو بمصيبة أو بابتلاء فوق طاقتك. أنا عندنا طاقة، عشان كذي الله سبحانه وتعالى ما يحطك بشغلة معينة إلا على حسب طاقتك أنت، وأنك أنت تقدر تتخطاها وتتعداها بإذن الرحمن. أنت بس اللي عليك بأنك أنت تحسن الظن وتثق بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم تثق بنفسك بأنك أنت قادر تتخطى هذه الابتلاءات وهذه المصائب والمشاكل، وبإذن الرحمن راح تتخطى. الله سبحانه وتعالى ما يعجزه شيء. الله سبحانه وتعالى خزائنه مليانة لنا. الله سبحانه وتعالى مخبئ لنا السرور والفرح، ومخبئ لنا حكمة عجيبة. احنا أحيانا ننظر إلى الشر شر 100%، لكن احنا غلط، ما في شر 100%. أحيانا يكون فعلا شر لكنه يخفى بداخلها الخير. خليك دائما واثق بالله سبحانه وتعالى ومحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتعامل مع مشاكلك والابتلاءات اللي قاعدة تحوشك والمصائب اللي انت عايشها، تعامل معاها بحكمة عشان تحوشك حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى. صباح الخير. هي فترة بإذن الله بتمر وتعدي. هي فترة وراح تشوف العوض اللي راح يجيك من الله سبحانه وتعالى. هي فترة وراح تشوف شلون الله سبحانه وتعالى راح يجازيك بشكل يصعب عليك انك انت تتصوره وتتخيله في يوم من الايام. هي فترة. أحيانا الواحد يكون مشتت، فحلو لما الواحد يودع لله شتات أمره. تدرون ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يشوف لهفتك واشتياقك حق هذيك الفرحة اللي أنت تبيها وتنتظرها. حاشاه الله سبحانه وتعالى أن يردك خائب، راح تتهيأ لك الأمور وتتيسر الظروف. الله سبحانه وتعالى راح يجعل من المستحيل ممكن. الله سبحانه وتعالى راح يخفي جرحك، راح تفتح لك هذيك الأبواب المغلقة، راح تيجي الأيام الحلوة اللي أنت تنتظرها. الله سبحانه وتعالى راح يجمع بينك وبين مرادك وحلمك. الله سبحانه وتعالى سيصلح كل شيء. راح يأتيك جبر الله سبحانه وتعالى، وراح تعلم بأن الله سبحانه وتعالى ما يخذل القلب باليقين ناجاه. عوض الله سبحانه وتعالى راح يجيك.
وراح يكون نعم العوض. سلم أمرك لله سبحانه وتعالى وما خاب، من أودع لله شتات أمره.